فيلمنا النهارده بيبدأ مع بنتين اخوات اسمهم جينجر وبريدجت، وبنشوفهم بيركبوا مع بعض الخيل وبيمشوا بيه في وسط الغابة، والجو بيكون ساقع جدا والتلج مغطي المنطقة كلها. وبعد فترة الحصان بيبدأ يخاف من كتر التلج اللي موجود في الأرض وما بيكونش راضي يمشي، فبيضطروا ينزلوا ويكملوا باقي الطريق مشي. وبياخدوا بالهم من رموز غريبة متعلقة على الأشجار، وبيلاقوا في وشهم فجأة كوخ مليان بالدم والمكان متدمر على الآخر. وبتظهر ست كبيرة في السن من السكان الأصليين للمنطقة، وبتقول لهم إن أختهم مشيت من هنا من سنين طويلة، وبتدي كل واحدة فيهم سلسلة جلد وفيها جمجمة بقرة صغيرة. وبما إنهم مش فاهمين كل كلامها أصلا فبياخدوا منها الهدية وهم ساكتين. وبتحاول الست تبلغهم بنبوءة هتحصل معاهم، بس برضه ما بيفهموش هي قصدها إيه بالظبط. وبيبدأ الحصان يتوتر وكأنه خايف من حاجة وبيسيبهم وبيهرب. ولما بيحاولوا يجروا وراه علشان يلحقوه، بريدجت بتقع في فخ ورجليها بتتصاب وبتفضل تصرخ من كتر الألم. وبتنادي جينجر على الست العجوزة علشان تيجي وتساعدهم لأنها مش عارفة تفتح الفخ. وبتفضل بريدجت لوحدها خايفة وقلقانة ومستنية أختها ترجع لها. وبتستغرب جينجر لما بترجع لمكان الكوخ لأنها بتسمع صوت ديب قريب جدا منها، فبتتوتر أكتر وبتخاف على أختها وبتجري علشان تلحقها. وفعلا الذئب بيوصل قبلها وبيبدأ يقرب من بريدجت جدا وبيستعد علشان يهجم عليها. وفجأة بيظهر شاب اسمه هانتر وبينادي على الذئب باسمه وكأنه يعرفه كويس. والغريب إن الذئب بيسمع كلامه وبيمشي بعيد عنها. وبتوصل جينجر في اللحظة دي وبتضرب هانتر بخشب على راسه، وبيبان عليه القوة والذكاء وبيقدر يحتوي الموقف في ثواني. وبيربطها بالحبل اللي معاه وبيشل كل حركتها. وبيروح يساعد بريدجت وبيفتح الفخ وبيحرر رجليها وبيحط لها شويه ادويه على الجرح علشان يتعالج. وبعدها بيفك الحبل من على جينجر وبينادي الذئب بتاعه وبياخده وبيمشي. وبيقف بعدها وبيطلب من البنات تمشي وراه علشان يكونوا في امان. وبيوصل بيهم لحصن كبير وبيقف يراقب المكان الحارس كراد. وبياخدوا بالهم ان الابواب عليها صليب كبير جدا واثار دم في كل مكان، وبيبان ان في كائن او مخلوق متوحش بيحاول يدخل الحصن ده. وبيفتح لهم الباب واحد اسمه كارماك وبيساعدهم علشان يدخلوا. وبيتصدموا لما بيلاقوا جوه مقابر كتير جدا وعدد من السكان الاصليين للبلد. وبيخرج عليهم واحد اسمه جيمس وبيتعامل مع كارماك بطريقه وحشه جدا، وبيفضل يزعق معاه لانه دخلهم من غير ما ياخد الاذن منه. فبيحاول ولس يتدخل بينهم وبيطلب من جيمس يهدى لحد ما يفهموا ايه اللي حصل بالظبط. وبتوري لهم بريدجت الجرح اللي في رجليها وبتحكي عن الفخ اللي وقعت فيه. وبيشوف القس جيلبرت انهم خطر ولازم يمشوا من هنا حالا. وبيصمم الدكتور مارفي انه يعالج البنت قبل اي قرار هياخدوه. وبيدخل عليهم رولاند وبيعرفهم على نفسه وبيطلب منهم يقعدوا معاهم على العشاء النهارده ويريحوا شويه. وبتحاول جينجر تفهم من الدكتور مارفي ازاي الناس اللي بره دي كلها ماتت، والغريب انه بيفضل ساكت وبيغير الموضوع. وبعدها بياخدهم شاب اسمه فين لاوضه علشان يناموا فيها، وبيشرح لهم ان دي كانت اوضه جيفري ابن رولاند، وبما انه مات فالاوضه دلوقتي بقت فاضيه. وبيديلهم شويه لبس علشان يغيروا هدومهم. ولما بيجي وقت العشاء بيقول القس جيلبرت شويه ادعيه قبل ما يبداوا الاكل، وبيطلب منهم رولاند يلعبوا وراه. وبيفكرهم مارفي ان الاكل الموجود خلاص قرب يخلص ومش هيبقى فيه اي حاجه ياكلوها بعد كده. فبيدخل عنتر في الوقت ده وبيحط جزء من ذئب كان مصطاده على الترابيزه وبيبدا ياكل معاهم. وبيشد جيمس معاه في الكلام وبيبان العداوه اللي بينهم لدرجه ان هانتر بيغضب وبيقوم يضربه قدامهم كلهم. وبيشوف جيلبرت ان الوضع بقى خطر قوي ولازم يتخلوا عن الحصن في اسرع وقت ممكن. وبيرفض رولاند الفكره دي وبيصمم يفضلوا مكانهم للاخر. وفجاه بيسمعوا كلهم صوت عالي جدا جاي من اعماق الغابه، وبيبان القلق والخوف عليهم كلهم. وبيطلبوا من جينجر وبريدجت يروحوا على اوضتهم بسرعه. وبيروح جيلبرت وراهم وبيقول لهم ان في شيطان بره، وبيأكد عليهم يقفلوا الباب وما يخرجوش من الأوضة مهما حصل. وأول ما جينجر بتنام بتبدأ تشوف هلاوس وأحلام مخيفة وبتقوم مخضوضة، وبتقرر تخرج تجيب مية وبتسمع صوت في طريقها وبتمشي وراه علشان تعرف ده إيه بالظبط. وبتتصدم لما بتلاقي ولد صغير مستخبي في الضلمة لوحده. وأول ما الولد بيبص لها بتلاقي وشه مشوه وشكله غريب جدا، وبتفضل تصرخ لأنه بيهجم عليها وبيحاول يعضها. وتاني يوم الصبح بتقوم بريدجت من نومها وبتلاقي رقبة أختها مليانة دم وبيبان إن حد عضها. وبتصمم جينجر انهم يمشوا من هنا حالا، فبياخدوا سيوف متعلقه على الحيطه علشان يحموا نفسهم بيها. وبيوصلوا للبوابه وبيحاولوا يشيلوا الخشب اللي عليها. وفجاه بيظهر جيمس قدامهم وبيضرب جينجر لحد ما بتقع على الارض، وبيرمي بريدجت جنبها وبيحاول يمنعهم. وبتصمم جينجر انها تقف في وشه، وقبل ما يقرب منها تاني بتمسك بريدجت بندقيه وبتهدده بيها. وفجاه بيظهر نفس الصوت تاني قدام البوابه وبيحاول يدخل باي طريقه. وبيصرخ جيمس وبيطلب المساعده، وبيجي باقي زمايله بسرعه وبيحاولوا يسدوا الباب ويحموا الحصن من المخلوق الغريب اللي بره. وللاسف بيتعض واحد منهم وبيقفلوا البوابه في الاخر بالعافيه ومحدش منهم بيموت. وبتستغل البنات الفرصه وبيهربوا بسرعه على جوه. وبيظهر جيلبرت قدامهم وبيقول لهم ان ده شيطان وبيحاول يسيطر عليهم كلهم، وبياخدهم وبيحبسهم في كوخ وبيقفل الباب عليهم. ومحدش منهم بيكون عارف ان
إنه بيسلمهم للوحش بإيده، وفجأة بيسمعوا صوت الوحش وبيبدأوا يجروا وبيستخبوا في أوضة وبيقفلوا عليهم، وبيحاول الوحش يكسر الباب بأي طريقة لحد ما الخشب بيقع وبيقدر إنه يدخل براسه، وبتقف جينجر قدامه وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيموت، وبتكتشف إن هانتر هو اللي قتله أصلا وأنقذ حياتهم للمرة التانية، وبياخدهم وبيخرج بيهم، وبيتكلم رولاند معاهم وبتحكي له جينجر كل اللي جيلبرت عمله، وبيجي الحارس بسرعة وبيبلغهم إن في عدد كبير جدا من الوحوش قدام البوابة، وبيأمر رولاند البنات يدخلوا الأوضة ويقفلوا عليهم، وبيبص هانتر لبريدجت وبيقول لها كلام باللغة الأصلية، وبعدها بيقول لها أسود وأحمر. بعدها بتلاحظ بريدجت إن جينجر بتنزف دم من مناخيرها، فبتاخدها بسرعة على الأوضة، وبيسمعوا أصوات الرصاص والوحوش حواليهم في كل مكان. وتاني يوم بتقوم جينجر من نومها وبتستغرب إن أختها مش موجودة، وبتقوم تدور عليها بره، وفجأة بيظهر هانتر قدامها وبيشوف الجرح اللي في رقبتها وبيحط عليه شوية أدوية من معاه، وبتبدأ تشوف هلاوس تانية، وبيطلع كل ده في الآخر حلم وإنها كانت لسه نايمة، وبتلاقي أختها نايمة جنبها ومفيش أي حاجة حصلت، وبتتصدم أختها لما بتلاقي الجرح بينزف وإنها غرقانة في الدم، وبتصمم توديها للدكتور مارفي. وفي طريقهم بيشوفوا الوحش اللي مات بالليل واخدينه علشان يتخلصوا من جثته، وبيلاقوا فين قاعد في العيادة وبيقطع شوية حاجات وعليها بقع حمراء غريبة وكمان وشه مليان دم. وأول ما مارفي بيشوفه بيتخض وبيسأله لو اتعض بالليل، ولما فين بينكر وبيصمم إنه سليم بيضغط مارفي عليه وبيهدده علشان يتأكد الأول من كلامه، وفعلا كلامه بيطلع صح وبيخرج من جسمه مخلوق غريب، وده معناه إنه اتعض وتحول. وللأسف بيضطر مارفي يضربه بالنار ويتخلص منه. ولما البنات بتشوف كل اللي حصل بيفهموا إنهم في خطر وبيرجعوا في كلامهم وبيرفضوا يقولوا كانوا جايين ليه، وبياخدهم وبيخرج بره وبيلاقي جثة وحش تاني في الأرض وحجمه كبير جدا. وبيشرح مارفي لواحد اسمه شيمس إن أي إنسان بيتعض بيبدأ مع الوقت يتحول للمخلوقات دي، وشكله بيكون كده في الآخر. والصدمة إن الوحش المرمي في الأرض ده كان أخو كلود الشخص اللي واقف جنبه، وكان متأثر جدا بموت أخوه واللي حصل فيه، وبياخد شيمس عين من الجثة علشان يحتفظ بيها، وبيحاول يفكروا هيتصرفوا ازاي فيها، وبيختلفوا كلهم مع بعض، وبيخرج رولاند عليهم وبيشجعهم يتماسكوا ويحاربوا للآخر. وبترجع البنات للأوضة تاني وبتفهم جينجر إن الولد الصغير اللي عضها ده يبقى ابن رولاند، وإنه اتعض وبدأ يتحول وعلشان كده شكله كان مرعب. في نفس الوقت بياخد رولاند شوية أكل لابنه وبيحاول يطمن عليه، وبيتصدم لما بيعرف إنه هرب. وبعد شوية بيتكلم كلود مع جينجر وبتعرف منه إن المخلوق اللي عضها لو مات قبل اكتمال القمر هي مش هتتحول وهترجع لطبيعتها من تاني، وبكده مش هيكون في أي خطر على حياتها. وبيحاول جيلبرت واللي معاه يدفنوا الجثث الجديدة ويصلوا عليها في الوقت ده، وبتبدأ جينجر تتعب أكتر وبتحاول بريدجت إنها تساعدها وتهتم بيها على قد ما تقدر. وفجأة بتشوف جيفري بشكله الطبيعي قدامها وبيحاول يتكلم معاها، وأول ما بريدجت بتوصل بيختفي من تاني، وبتقوم جينجر تجري وراه وبتحاول تلحقه، وبتعرف بعدها إن كل ده مجرد حلم. وبيقف كل أهل الحصن يحرقوا جثث الوحوش اللي خلصوا عليها الكام يوم اللي فاتوا، وبيحط كلود راس على وتد قدام البوابة علشان يكون تحذير لباقي الوحوش. وبتسهر بريدجت جنب أختها طول الليل وما بتكونش عارفة تتصرف ازاي لأن حالتها كل شوية بتسوء أكتر، وبيظهر عليها شوية فرو في جسمها والجرح بيلم وبيختفي تقريبا. وبيدخل رولاند المطبخ وبيقول لبريدجت إنه عارف اللي حصل مع جينجر وإنها استابت باب الأوضة مفتوح وابنه هرب، والغريب إنه ما بيتخانقش معاها ولا بيلومها، وبيديلها كمان السلسلة بتاعت أختها وبيمشي. وبتنام جينجر في الضلمة وبتلاقي الولد قدامها تاني وبيطلع على السرير بتاعها بكل هدوء، وأول ما بيقرب منها بتصرخ وبيخاف وبيجري يستخبى بسرعة. فبتدخل بريدجت عليه وبيهرب الولد بره الأوضة أول ما بيشوفها. وفي الوقت ده بيسمع شيموس صوت دوشة عالي بره وبيخرج يشوف إيه اللي بيحصل، فبيهجم جيفري عليه وبيرميه على الأرض وبيعض هو كمان. وبعد شوية بيحسوا كلهم برياح شيموس وبيبدأوا يدوروا عليه، وفي الآخر بيلاقوه مرمي في الأرض وميت وماسك في إيده شعر جينجر، وطبعا كلهم بيفكروا إن جينجر هي اللي عملت فيه كده، وبيدخلوا ياخدوها من الأوضة بالعافية. فبيمسكها جيمس وبيفضل يهدبها وبيضرب فيها، وبيشوفهم ولد صغير اسمه ميلو وبيجري بسرعة علشان يبلغ رولاند باللي حصل. وبتحاول بريدجت تدافع عن أختها وللأسف بيضربها هي كمان بكل عنف. وبيدخل رولاند عليهم وبيأمر جيمس يخرج حالا، وبياخدوا جينجر للعيادة علشان الدكتور يكشف عليها، وبيستعد مارفي علشان يعمل عليها التجربة ويتأكد اتحولت ولا لأ. وبيدخل رولاند عليهم وبيضرب مارفي بالنار وبيهدد الباقي وبيأمرهم يخرجوا ويسيبوها. ولما بترجع جينجر للأوضة بتشرح لهم إنها لازم تقتل جيفري علشان تحمي نفسها، فبتاخد سلاح وبتقفل باب الأوضة على أختها وبتمشي. وبتشوف بره كلود وجيمس ماسكين ميلو بالعافية وبيرموه بره البوابة، وبتلاقي جيفري قاعد جنب قبر مامته وماسك إيديها، فبتقرب منه علشان تقتله. وأول ما بتمسكه بترجع في كلامها وبتحس بالذنب، وبيشوفها كرمت من بعيد وبيحاول يضربها بالنار لكن الطلقة مش بتيجي فيها، فبتستغل الفرصة وبتهرب هي وجيفري لبعيد. وبيدخل هانتر على بريدجت الأوضة وبيشرف لها إنه شافها في الحلم وإنه لازم يحميها، وبيعرض عليها ياخدها المكان بعيد علشان يحميها، لكن هي
وبترفض وبتقول له انها مستحيل تمشي وتسيب اختها. وبيقدر جيمس واللي معاه يمسكوا جيفري في الاخر وبينادوا على رولاند علشان يشوفوا لاخر مره، وللاسف بيضطر يقتله بايده بدل ما يحرقوه ويعذبوه. وبيقع الولد في بير وبتحس جينجر بالذنب وانه مات بسببها وبتزعل عليه جدا، وبتاخدها بريدجت وبيهربوا من الحصن من فتحه في الحيطه، وبيقرروا يمشوا في الغابه يمكن يلاقوا مكان يحموا نفسهم فيه. وفي الوقت ده بيحاول باقي الرجاله يطلعوا جثه جيفري من البير. بعد شويه البنات بيلاقوا ميلو وبيعرض عليهم ياخدهم للكهف اللي قاعد فيه هانتر، وفجاه الوحوش بتظهر حواليهم وبتبدا تطاردهم، وبيموت ميلو بطريقه بشعه جدا، وبتنهار بريدجت لما بتشوف جثته، والصدمه الكبيره لما بتعرف من جينجر ان هي اللي عملت فيه كده، وده معناه ان اللعنه لسه موجوده وانها بتتحول. وبيمشوا مع بعض شويه لحد ما بيلاقوا كهف هانتر، وبيلاقوا جوه الست العجوزه اللي شافوها قبل كده، وبتقول لهم ان خلاص فات الاوان وانها حذرتهم قبل كده، وبتنصح جينجر تقتل الولد لانه لسه عايش. وبيوصل هانتر والذئب بتاعه وبيقعدوا ياكلوا كلهم مع بعض، وبتقدم الست العجوزه لبريدجت وهانتر حاجه يشربوها علشان يقدروا يشوفوا ايه اللي هيحصل. وفي الحلم بتقوم بريدجت وبتلاقي نفسها وسط التلج وماسكه في ايديها سكينه، وبتلف شويه حواليها بتشوف جثه الست مرميه على الارض ومليانه بالدم، وبتوصل لقدام الحصن وبيظهر قدامها مستذئب ضخم جدا ومش عارف يتحرك لانه واقع في فخ. ولما بتبص عليه اكتر بتكتشف انها اختها جينجر، ولما هانتر بيحاول يقتل اختها بتجري عليه علشان تمنعه وتقتله بالسكينه اللي معاها، وفي الاخر بتطلع قتلت اختها. وبيختفي هانتر وبتفوق بريدجت من الحلم بتاعها وبتتصدم لانها بتلاقي الست مقتوله بنفس الطريقه اللي شافتها، وبتعرف من هانتر ان جينجر قتلت الست وهربت، وبيحكي لها اللي شافه في الحلم بتاعه وانه مات وضحى بحياته علشان يحميها، وبيأكد عليها تقتل جينجر لانها خلاص مش هتبقى بشريه وممكن تأذي اي حد تاني زي ما عملت من شويه. وفعلا بيروحوا مع بعض قدام الحصن وبيستنوها توصل، والصدمه الكبيره انه بيدخل بيها لجوه وبيسلمها لجيمس. وبعد كام ساعه بيفضل هانتر واقف قدام البوابه وهي بتتحبس في اوضه وبيقفلوا عليها، وبيدخل جيلبرت عليها وبيعرض عليها التوبه على كل اللي عملته علشان يقدر يساعدها، لكن بترفض بريدجت وبتشتمه وبتقول له انها شافت كل حاجه في حلمها وانهم ناس مش كويسه. فبيغضب جيلبرت جدا وبياخدها بره وبيرميها على الارض وبيقول للكل انها ساحره. وبتقرب جينجر من البوابه وبتخبط وبيفتحوا لها. في نفس الوقت بيستعد جيلبرت علشان يولع في بريدجت حيه، وفجاه بيضربوا هانتر بسهم في دراعه وبيمنعوا انه يأذيها. وبيقف كارماك وجيمس قدام جينجر وبيفضلوا يضربوا فيها وبيرموها على الارض هي كمان، وبيطلبوا من رولاند يحرقهم الاثنين بس هو بيرفض وبيحرق جيلبرت بدلهم وبيطعن التاني بالسيف اللي معاه. وبتحاول جينجر تخرج من البوابه باي طريقه، فبيقرب جيمس منها وبيفضل يتريق عليها، فبتستغل الفرصه وبتقطع رقبته وبيفضل ينزف ويصرخ من كتر الالم. وبتقوم وبتفتح البوابه وبتساعد كل الوحوش يدخلوا للحصن بكل سهوله، وبيحاول كارماك وكلود يهربوا لاي مكان، وطبعا مفيش مفر من الموت المره دي. وبيقف هانتر يقتل بالسهم اللي معاه اكبر عدد من الوحوش وبيحاول يحمي نفسه على قد ما يقدر، وبيقدر ينقذ رولاند في الوقت المناسب ويحميه من الوحش اللي بيحاول يهجم عليه. وللاسف رولاند كمان بيتعض وبيقف على رجله وبيفك بريدجت وبيحاول يساعدها، وبيكمل هانتر في حربه مع الوحوش وبيقتل كتير منهم، وبيدخل رولاند جوه وبيولع في المكان كله. وبعد شويه بيهجم وحش كمان على هانتر وبيعض في دراعه وبيقتله هانتر في الاخر. وبيطلع رولاند للدور الثاني وبيمسك سلاحه وبينتحر قبل ما يتحول لوحش زي الباقي. وبره بتمشي بريدجت ومعاها شعلات نار وبسس الوحوش حواليها في كل مكان، وبتحاول تدور على اختها، وبتلاقي هانتر قاعد على الارض وحالته وحشه جدا، وبيديلها سكينه وبيطلب منها تقتل جينجر لانه خلاص بيموت ومش هيقدر يحميها اكتر من كده. وبترفض بريدجت تعمل كده في اختها وبتمسك السكينه وبتقتله هو، وبتجري عليها وبتترمي في حضنها وبتقول لها انها تفضل معاها للنهايه، وبتاخدها وبتهرب بره الحصن وبيقفلوا البوابه كويس جدا وراهم، وبيشوفوا الحصن بيولع كله باللي فيه. وفي اخر مشهد بيقعدوا هما الاتنين مع بعض وبتبدا جينجر تتحول، وبتختار بريدجت تتحول زيها وتعيش معاها للابد بدل ما تخلص عليها وتعيش وحيده. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.